نادي برشلونة في موسم 2024-2025. الإدارة، اللاعبين الجدد، والمدرب الجديد. مقدمة. يعد نادي برشلونة من أبرز الأندية في عالم كرة القدم، ويواصل التألق في عالم الرياضة بفضل إدارته القوية، ولاعبيه المميزين، واستراتيجياته الناجحة. في موسم 2024-2025 يشهد النادي تغييرات كبيرة على صعيد الإدارة، اللاعبين الجدد، والمدرب الجديد، مما يعكس طموحه في العودة إلى القمة وتحقيق النجاحات الكبرى. الإدارة الجديدة وتوجهاتها. في بداية موسم 2024-2025 شهد نادي برشلونة تغييرات كبيرة في هيكله الإداري. تم تعيين جوردي كاردونير رئيساً للنادي بعد فترة من الاستقرار المالي والإداري. كاردونير، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، جاء بخطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للنادي واستعادة مجده في الساحة الأوروبية. تتمثل أولويات الإدارة الجديدة في إعادة هيكلة الديون. تحاول الإدارة تقليل الأعباء المالية عبر صفقات استراتيجية وبيع بعض الأصول. الاستثمار في الأكاديمية. تعتزم الإدارة تعزيز الاستثمار في أكاديمية لا ماسيا لتطوير اللاعبين الشباب وتوفير البدائل المستقبلية للفريق الأول. تعزيز العلاقات التجارية. تهدف الإدارة إلى زيادة الإيرادات من خلال شراكات تجارية جديدة وتعزيز العلامة التجارية للنادي. المدرب الجديد، روبرتو دي ماتيو. تم تعيين روبرتو دي ماتيو كمدرب رئيسي لنادي برشلونة في بداية موسم 2024-2025. دي ماتيو، الذي سبق له تدريب أندية مثل تشيلسي وبشكتاش، يجلب معه خبرة واسعة في البطولات الكبرى. السمات البارزة لأسلوبه التدريبي. المرونة التكتيكية. يفضل دي ماتيو استخدام استراتيجيات متعددة بناء على خصم المباراة، مما يمنح الفريق مرونة تكتيكية. التركيز على الهجوم. يهتم بخلق فرص تسجيل الأهداف من خلال تكتيك هجومي منظم. تطوير اللاعبين الشباب. يشتهر بقدرته على دمج الشباب مع اللاعبين المخضرمين لتحقيق التوازن في الفريق. اللاعبين الجدد وصفاتهم. عزز برشلونة تشكيلته بعدد من الصفقات المهمة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، مع التركيز على إضافة اللاعبين الذين يمكنهم تحقيق التأثير الفوري على الفريق. خوسيه لويس مورينو من ريال سوسيداد. المركز، لاعب وسط هجومي. المساهمة. يضيف إبداعاً كبيراً في الوسط، ويعرف بقدرته على خلق الفرص والتسجيل. لوكاس كاربين من بايرن ميونخ. المركز، مدافع مركزي. المساهمة. يعزز الدفاع بخبرته القوية في الدوري الألماني وأدائه المتميز في التغطية والمناورات الهوائية. ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان. المركز، لاعب وسط دفاعي. المساهمة. إضافة قوة كبيرة في وسط الملعب، مع خبرة كبيرة في السيطرة على الكرة وقطع الكرات. أنسو فاتي من ولفرهامبتون. المركز، جناح هجومي. المساهمة. يعتبر إضافة مهمة للأجنحة بفضل سرعته ومهاراته العالية في المراوغة والتسجيل. اللاعبين الأساسيين المستمرين. ليونيل ميسي يعتبر اللاعب الأبرز في الفريق، مع تأثيره الكبير على الأداء الهجومي للنادي. بيكيه، قائد دفاعي لا يمكن الاستغناء عنه، ويدعم الفريق بخبرته الكبيرة. توقعات الموسم. مع التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي في هذا الموسم، يتطلع برشلونة إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل العودة إلى المنافسة في دوري الأبطال. يهدف النادي إلى استعادة تألقه في المسابقات الأوروبية بعد فترة من التراجع.
تحقيق البطولة المحلية، يطمح في تحقيق لقب الدوري الإسباني واستعادة السيطرة على الساحة المحلية. تنمية المواهب الشابة، التركيز على تطوير اللاعبين الشبان من أكاديمية لا ماسيا لتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب في الفريق. الخاتمة. يعد موسم 2024 على 2025 فترة تحول مثيرة لنادي برشلونة، حيث يشهد تغييرات هامة على صعيد الإدارة، الطاقم التدريبي، والتشكيلة. مع القيادة الجديدة والمدرب المتميز، بالإضافة إلى تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين الموهوبين، يبدو أن النادي في طريقه لاستعادة مكانته كأحد أعظم أندية كرة القدم في العالم. سيكون من المثير متابعة مسيرة برشلونة هذا الموسم، وما إذا كان يمكنهم تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعوها لأنفسهم.